لماذا أسندت مهمة بناء الملاعب المغربية إلى الشركات المحلية بدلاً من الشركات الأجنبية؟ هل تملك الشركات المغربية الخبرة والكفاءة اللازمة لتشييد منشآت ضخمة كملاعب كرة القدم؟ أم أن هناك عوامل أخرى قانونية ومالية واستراتيجية تتحكم في هذا الاختيار؟ فيديو مهم سيجيب عن الكثير من التساؤلات وسيدحض الكثير من الادعاءات بخصوص أسباب اختيار الشركات المغربية لبناء ملاعب كرة القدم بالمغرب. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات متابعتنا لمستجدات وأخبار وتطورات بناء وتجديد وتطوير الملاعب المغربية تحضيرا للاستحقاقات القارية والدولية القادمة، حيث سنخصص هذا الفيديو لموضوع بالغ الأهمية طرح منذ أكثر من 10 سنوات وما زال يطرح إلى يومنا هذا بخصوص أسباب اختيار المقاولات والشركات المغربية لبناء ملاعب كرة القدم بالمغرب بدل الاعتماد على شركات عالمية متخصصة على غرار عدد من دول العالم. وإثارة مثل هذه التساؤلات راجع بالأساس إلى أسباب ذاتية تتعلق بضعف الثقة عموما في الخدمات والمنتجات وحتى الشركات والمقاولات المحلية، أو لأسباب موضوعية تتعلق بتراكمات التجارب الفاشلة في بناء ملاعب كرة القدم بالمغرب من طرف الشركات المغربية. فملاعب مراكش وأكادير وحديثا الحسيمة كلها تجارب شاهدة على فشل ذريع في تشييد ملاعب تواكب متطلبات العصر حسب المنتقدين. ودعونا هنا نوضح نقطة مهمة قبل استعراض أسباب اختيار الشركات المغربية بدل الشركات الأجنبية، وهي أن بعض هذه الملاعب التي لم تنل إعجاب المغاربة أشرف على تصميمها مكاتب هندسية أو مهندسين أجانب. فملعب مراكش مثلا صممه مهندس مغربي بالتعاون مع شركة غريغوتي أسوسييت التي كان يملكها المهندس الإيطالي الراحل فيتوريو غريغوتي، وهي الشركة نفسها التي تولت تصميم ملعب أدرار بأكادير، بينما ملعبي طنجة والحسيمة أشرفت عليهما شركات مغربية تصميما وتنفيذا. وهنا يبرز التساؤل الكبير: لماذا يتم بناء ملاعب كبيرة بميزانيات ضخمة من طرف شركات مغربية تفتقد للخبرة اللازمة؟ ولماذا لا تعهد مهمة بناء هذه الملاعب إلى شركات تركية أو صينية أو ألمانية مثلا من أجل الحصول على ملاعب من الجيل الجديد؟ في هذا الفيديو سنضعكم أمام الحقيقة الكاملة، أمام الواقع الذي لا يرتفع. فيما يلي استعراض لأهم هذه الأسباب، فأكملوا مشاهدة الفيديو لأن السبب الأخير مهم جدا. تعتبر الملاعب الكبيرة من المنشآت الضخمة التي تستنزف قدرا غير يسير من ميزانية الدولة. فملاعب طنجة ومراكش وأكادير كلفت الميزانية العمومية مئات الملايين من الدراهم، وهي ميزانيات يصعب توفيرها دفعة واحدة أو حتى على دفعتين أو 3 من أجل أدائها للشركات الأجنبية التي لا يربطها أي رابط معنوي مع المغرب غير العقود والالتزامات التي تكون ملزمة للأطراف، والتي لا تراعي فيها وضعية البلد ولا التقلبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بل تفرض على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم بشكل ملزم وآني، وهو ما يدفع الجهات الوصية على الشأن الرياضي بالمغرب إلى إيجاد بدائل آمنة وفعالة، ألا وهي الاعتماد على الشركات المحلية المغربية التي تراعي وضعيات وتقلبات وظروف المالية العمومية. فيتم تقسيم المشاريع المبرمجة إلى مراحل متباعدة ومرنة ينسجم فيها تطور الأشغال مع الوضعية المالية للموازنة العمومية. وبالعودة إلى التجارب السابقة سنجد بأن هذه المنهجية تم تطبيقها بشكل واضح أثناء تشييد الملاعب المغربية الكبرى. فملعب طنجة مثلا انطلقت أشغاله في 2002 ولم يفتتح سوى في 2011، بل وكان الملعب غير مكتمل المدرجات إلى غاية إتمام بنائها في عملية التوسيع الماضية سنة 2022، وما زال الملعب يخضع لعملية توسيع جديدة وعملية تغطية لتجهيزه لكأس الأمم الإفريقية ولكأس العالم. فإكمال بناء ملعب طنجة استغرق إلى حدود اليوم 22 عاما ولم يكتمل بعد، والسبب كما ذكرنا صعوبة توفير السيولة اللازمة دفعة واحدة، وهو ما يمنع من التعاقد مع شركات أجنبية لتولي هذه المهمة وفق هذه المعطيات.
دخل المغرب ومنذ مدة طويلة غمار المنافسة القارية في مجال الاستثمارات، حيث أصبح في السنوات الأخيرة أحد أكبر المستثمرين الأفارقة في القارة السمراء. فبلدان غرب إفريقيا كساحل العاج والغابون وغينيا وغيرها أصبحت تعج بالشركات المغربية في مختلف المجالات: الاتصالات والأبناك والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والعقار والسياحة والطاقة والأشغال العمومية وغيرها، كلها قطاعات تتسيدها شركات مغربية في هذه البلدان. هذا التوجه الاستراتيجي نحو بلدان القارة السمراء فرض على الشركات المغربية في مختلف المجالات تطوير إمكانياتها وتوسيع خبراتها من أجل إيجاد موطئ قدم في هذه البلدان الواعدة أمام منافسة عالمية شرسة. ولعل هذا العامل أحد أهم أسباب إسناد مهمة بناء الملاعب المغربية وغيرها من المنشآت الكبرى بالمغرب إلى شركات ومقاولات مغربية لإكسابها المزيد من الخبرة والكفاءة قصد اقتحام هذه الأسواق الإفريقية في قادم السنوات. ولعل أوضح تجل لهذه الخبرات التي أصبحت تتملكها الشركات المغربية السرعة والدقة التي تتم بها أشغال بناء الملعب الجديد للرباط. ملاعب كرة القدم منشآت ضخمة تتطلب استثمارات مهمة في المقاولات والشركات الوطنية لتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. فإذا كانت الشركات الأجنبية تجلب معها اليد العاملة الخبيرة وأدوات العمل المتطورة، فإن مساهمتها في تنمية الاقتصاد المحلي مساهمة ضعيفة، عكس الشركات المحلية التي تساهم في توفير فرص عمل لليد العاملة المحلية، مما يقلص من نسب ومعدلات البطالة ويعزز دخل الأفراد ويقوي من تنافسية هذه الشركات المغربية ويزيد الطلب على هذه الكفاءات المغربية في المجال. بناء الملاعب من قبل شركات مغربية قد لا يستجيب لطموحات الجماهير المغربية على المدى القصير، غير أنه سيساهم لا محالة في تعزيز تنافسية هذه الشركات وسيكسب اليد العاملة المغربية الكفاءة والخبرة اللازمتين لتطوير البنية التحتية الرياضية مستقبلا، خاصة والمغرب مقبل على تطوير بقية الملاعب المعنية بمونديال 2030. لا يخفى على أحد ما لإسناد المشاريع الوطنية الكبرى إلى شركات أجنبية من تأثيرات على تكلفة إنجاز هذه المشاريع، والتي قد تصل في مجملها إلى أضعاف ما قد تطلبه الشركات المحلية مقابل تنفيذ هذه المشاريع. تعزى أسباب ذلك إلى عوامل عدة، أهمها تكلفة اليد العاملة التي غالبا ما تستخدم من بلدان ذات تكاليف معيشية مرتفعة، كما أن تكاليف النقل واللوجستيك الخاصة بالمعدات والمواد والأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع تزيد من التكلفة الإجمالية للمشروع، دون إغفال المتطلبات القانونية من ضرائب وتأمينات، وما إذا كان الطلب على الشركة المعنية طلبا مرتفعا فيزيد ذلك من التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي تتحملها الجهة المسؤولة عن بناء هذا الملعب، والتي هي الوزارة الوصية على الرياضة بالمغرب. وهذا عامل رئيسي يجعل من الشركات المغربية الخيار الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى بتكلفة أقل من نظيراتها الأجنبية بكثير. الاعتماد على الشركات الأجنبية في بناء ملاعب كرة القدم قد يصل تأثيره إلى المس بالتوازن المالي للدولة. قد يبدو الأمر مبالغا فيه، غير أن العارف بالوضعية المالية للدولة وأهمية وجود احتياط مهم من النقد الأجنبي سيدرك خطورة هذا العامل في تحديد اختيار الشركات التي تتولى تنفيذ المشاريع الكبرى بالمغرب على غرار بناء ملاعب كرة القدم. فاختيار شركة أجنبية لتنفيذ مشروع بناء ملعب ما يعني ضرورة توفير سيولة نقدية بالعملة الأجنبية، إذ لا يعقل دفع تكاليف المشروع لشركة أجنبية بالدرهم المغربي، وهو ما يشكل ضغطا على احتياطي النقد الذي تحتاجه البلاد لاستيراد الاحتياجات الضرورية كالمواد الطاقية وغيرها، ولدفع متأخرات القروض لفائدة المؤسسات الدائنة، دون إغفال ما لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي من تأثير على سعر صرف الدرهم المغربي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر وكبير على السياسة النقدية وعلى التوازن المالي للبلاد. وهذا العامل هو أخطر وأهم عامل محدد لاختيار الشركات الأجنبية أو المغربية لبناء الملاعب الكبرى، وهذا ما يغفل عنه الكثيرون الذين يطالبون بملاعب عالمية دون مراعاة هذه العوامل المحددة والمتحكمة في عملية الاختيار.
كانت هذه أبرز العوامل المتحكمة في اختيار الشركات والمقاولات المغربية لبناء الملاعب المغربية الكبرى بدل نظيراتها الأجنبية، فرغم الانتقادات التي طالت اعتماد هذا الخيار نظرا للنتائج التي أسفرت عنها في الملاعب التي سبق بناؤها قبل سنوات أو التي تم بناؤها مؤخرا، تمت تزكية هذا الخيار بإسناد مهمة توسيع ملعب طنجة وبناء ملعب الرباط وإصلاح ملعبي محمد الخامس وفاس إلى شركات ومقاولات مغربية. واليوم وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على انطلاق هذه الأشغال ما زال السؤال يطرح وما زالت الانتقادات قائمة، فهل ستستفيد المقاولات المغربية من تراكم خبراتها من أجل تحسين وتجويد نتائج عملها في الميدان؟ وهل سيستمر الاعتماد على هذه الشركات المغربية في المرحلة المقبلة من تطوير الملاعب المغربية استعدادا لكأس العالم؟ أسئلة سنعرف إجاباتها بعد انتهاء المرحلة الحالية من بناء وتوسيع وتجهيز الملاعب المعنية بكأس الأمم الإفريقية المقبلة. شاركونا آراءكم حول الموضوع، ولا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أشكركم على المتابعة والتشجيع. السلام عليكم ورحمة الله.